سنة 1916 في أوضة مقفولة قعد راجلين، واحد إنجليزي اسمه مارك سايكس وواحد فرنسي اسمه فرانسو جورج بيكو، وفتحوا خريطة للشرق الأوسط، وباستخدام القلم حددوا خط يمتد من مدينة عكا في فلسطين لحد مدينة كركوك في العراق. الخط ده قسم منطقة كاملة فيها ملايين البشر ما بين نفوذ بريطاني ونفوذ فرنسي، من غير ما حد من سكان المنطقة أصلا يعرف إن في اتفاقية زي دي بتتكتب. النقطة دي اللي هي اتفاقية سايكس بيكو هي واحدة من أهم الأسباب اللي شكلت خريطة الشرق الأوسط اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بحدودها والنزاعات المبنية عليها. بس السؤال اللي هطرحه عليك النهاردة هو: لو الدولة العثمانية ما كانتش وصلت لمرحلة الانهيار دي أصلا، ولو فضلت موحدة وقوية، هل كنا هنشوف خريطة مختلفة تماما للمنطقة؟ هل كانت الحروب والنزاعات الحدودية اللي احنا شايفينها دلوقتي هتحصل أصلا؟ هل الخلافة الإسلامية كانت هتتلغي لو الدولة فضلت قوية عسكريا واقتصاديا؟ دي كلها أسئلة هنجاوب عليها في الفيديو ده، فاستنى لحد الآخر عشان الإجابة هتفاجئك. وقبل ما نبدأ، لو حابب تعرف قصة تأسيس الدولة العثمانية بالتفصيل من أول عثمان الأول وقبيلته الصغيرة في الأناضول لحد ما بقت إمبراطورية بتحكم 3 قارات، عندي فيديو كامل بيحكي القصة دي من الأول، تقدر تلاقيه على القناة وتتفرج عليه لو عايز الخلفية الكاملة. احنا النهاردة هنركز بس على الجزء الأخير من القصة، جزء الانهيار، وهنلعب لعبة ماذا لو فيه. يلا بينا. نرجع بالزمن لسنة 1853. في السنة دي قيصر روسيا نيكولا الأول قعد يتكلم مع السفير البريطاني في روسيا السير هاملتون سيمور، وقال له كلمة اتسجلت في التاريخ. قال له إن الدولة العثمانية بقت الرجل المريض أو رجل أوروبا المريض، The Sick Man of Europe، يعني إمبراطورية عجوز وتعبانة وعاجلا أو آجلا هتنهار. والسؤال هو: مين هياخد الحتة الأكبر منها لما ده يحصل؟ الكلمة دي ما كانتش بريئة خالص، لأن روسيا نفسها كانت عايزة توسع حدودها على حساب العثمانيين، فكان في مصلحة مباشرة إنها تصور الدولة العثمانية على إنها في احتضار. بس المشكلة إن الوصف ده للأسف كان فيه نسبة كبيرة من الصحة. عشان نفهم ليه لازم نرجع لحاجة اسمها التنظيمات، وهي سلسلة إصلاحات كبيرة بدأتها الدولة العثمانية من سنة 1839 لحد سنة 1876. التنظيمات دي كانت محاولة جادة إن الدولة العثمانية تلحق بأوروبا، فعملت إصلاحات في الجيش، في القانون، في التعليم، وحتى وعدت كل الرعايا مسلمين ومسيحيين ويهود بمساواة قانونية كاملة تحت مسمى العثمانية الجامعة. سنة 1876 كمان الدولة العثمانية عملت حاجة تقدر تقول عليها ثورية بمقاييس وقتها، عملت أول دستور ليها وأنشأت أول برلمان منتخب في المنطقة كلها اسمه مجلس المبعوثان. بس المشكلة إن السلطان اللي جه بعد كده عبد الحميد الثاني شاف إن البرلمان ده خطر عليه وعلى الدولة في وقت الحرب، فعطله بعد أقل من سنة ورجع الدولة لحكم فردي ومركزي زي الأول. هنا بالظبط بيجي أهم سؤال في الفيديو ده: هل الدولة العثمانية كانت فعلا رجل مريض ملوش علاج، ولا كان ممكن تتعافى زي ما حصل بالظبط مع دولة تانية في نفس الفترة وهي اليابان؟ القصة دي فيها تشابه غريب. في سنة 1868، يعني بعد بداية التنظيمات العثمانية بحوالي 30 سنة، اليابان عملت حاجة اسمها ترميم ميجي نسبة للإمبراطور ميجي. وزي العثمانيين بالظبط، اليابانيين حسوا انهم متأخرين عن الغرب لما السفن الأمريكية وصلت لموانئهم بأسلحة وتكنولوجيا مفيش عندهم زيها، فعملوا إصلاحات شاملة في الصناعة والجيش والتعليم، وعملوا دستور وبرلمان اسمه الدايت. بس النتيجة كانت مختلفة تماما عن العثمانيين، لأن اليابان في أقل من 40 سنة تحولت لقوة عسكرية وصناعية عظمى، لدرجة إنها هزمت روسيا نفسها في حرب سنة 1905، وهي حاجة اتصدمت منها كل أوروبا وقتها، لأن دي كانت أول مرة في التاريخ الحديث دولة آسيوية تهزم إمبراطورية أوروبية كبرى في حرب نظامية حديثة. طب ليه اليابان نجحت والدولة العثمانية فشلت رغم إن الاتنين بدأوا في نفس الفترة تقريبا؟ في كذا سبب. أول حاجة، اليابان كانت دولة واحدة متجانسة عرقيا ودينيا، في المقابل الدولة العثمانية كانت إمبراطورية ضخمة فيها عشرات القوميات والأديان من البلقان لحد اليمن، وكل قومية فيها بدأت تتأثر بموجة القومية اللي كانت مكتسحة أوروبا وقتها وعايزة دولتها المستقلة. تاني حاجة وهي الأهم، اقتصاديا، الدولة العثمانية غرقت في ديون، وعشان تمول حروبها وإصلاحاتها اقترضت مبالغ ضخمة جدا من بنوك أوروبية، وبقت تقترض قروض جديدة عشان تسدد فوائد القروض القديمة، لحد ما في سنة 1875 الدولة أعلنت إنها مش قادرة تسدد ديونها، يعني عمليا أعلنت إفلاسها. النتيجة كانت إن سنة 1881 الدول الأوروبية الدائنة فرضت على الدولة العثمانية إنشاء جهاز اسمه الإدارة العامة للديون العثمانية،
وهو جهاز أوروبي بالكامل فيه ممثلين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا، ووظيفته إنه يجمع أهم إيرادات الضرائب من الشعب العثماني ويحولها مباشرة للدائنين الأوروبيين. الجهاز ده وصل بيه الحال لحد ما وظف أكتر من 10,000 موظف، يعني أكتر من موظفين وزارة المالية العثمانية نفسها. يعني تخيل معايا الصورة، دولة بتحكم أراضي في 3 قارات، لكن اقتصادها فعليا بقى تحت وصاية أجنبية مباشرة. النقطة دي مهمة جدا لأنها بترد على فكرة إن انهيار الدولة العثمانية كان قدر محتوم بسبب ضعف عسكري بس، لكن في الأساس كان السبب الرئيسي انهيار اقتصادي ومؤسسي، وده بالظبط الفرق اللي خلى اليابان تفلت والعثمانيين ما يفلتوش. طيب لو افترضنا سيناريو بديل ان الدولة العثمانية بدل ما تدخل في دايرة الديون دي عملت اصلاح اقتصادي حقيقي زي اليابان وبنت صناعة محلية بدل الاعتماد على القروض الأجنبية، هل كان ممكن تتفادى الانهيار؟ الإجابة اللي بيميل ليها أغلب المؤرخين إن الفرصة كانت موجودة فعلا في فترة التنظيمات، بس ضاعت بسبب مزيج من الفساد الإداري ومقاومة بعض القيادات المحافظة للإصلاح وتدخل الدول الأوروبية المستمر لصالح أجنداتها الخاصة مش لصالح نهوض الإمبراطورية. الدول دي كانت حريصة تفضل الأسواق العثمانية مفتوحة لمنتجاتها ومش عايزة منافس صناعي جديد في المنطقة. نيجي بقى للضربة القاضية وهي الحرب العالمية الأولى. الدولة العثمانية دخلت الحرب سنة 1914 في صف ألمانيا والنمسا، وكانت دي واحدة من أخطر القرارات في تاريخها لأنها خرجت من الحرب مهزومة تماما سنة 1918 ووقعت هدنة اسمها هدنة مودروس سلمت بموجبها كل أراضيها العربية فعليا للحلفاء المنتصرين. وهنا بالظبط بيجي دور اتفاقية سايكس بيكو اللي اتكلمنا عنها في البداية. القصة الكاملة أعقد من مجرد اتفاقية واحدة وفيها 3 وثائق متناقضة مع بعض حصلت كلها في أقل من 2 سنين. الوثيقة الأولى وهي مراسلات حسين ماكماهون، وفيها السير هنري ماكماهون المندوب الثامن البريطاني في مصر كتب لحسين بن علي شريف مكة ووعد في أكتوبر سنة 1915 إن بريطانيا هتدعم قيام دولة عربية مستقلة في معظم المنطقة العربية مقابل إن الشريف حسين يقود ثورة عربية ضد الحكم العثماني. الوثيقة الثانية هي اتفاقية سايكس بيكو نفسها اللي اتوقعت سرا في مايو سنة 1916، يعني بعد وعد ماكماهون بأقل من سنة، وفيها بريطانيا وفرنسا بموافقة روسيا القيصرية قسموا نفس المنطقة اللي وعدوا بيها العرب بالاستقلال إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية. والوثيقة الثالثة هي وعد بلفور في نوفمبر سنة 1917. وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور كتب في رسالة للورد ريتشارد بيعلن فيها دعم بريطانيا لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وهي نفس الأرض اللي كانت موعودة للعرب في وعد ماكماهون ونفس الأرض اللي كان متفق عليها تكون تحت إدارة دولية في سايكس بيكو. يعني في أقل من 2 بريطانيا وعدت 3 أطراف مختلفة بنفس الأرض تقريبا بوعود متناقضة تماما مع بعضها البعض. المؤرخ ديفيد فرانكلين في كتابه الشهير A Peace to End All Peace بيوثق بالتفصيل ازاي القرارات دي اللي اتخذت في غرف مغلقة بعيدا تماما عن سكان المنطقة هي اللي رسمت خريطة الشرق الأوسط الحديث اللي احنا عايشين فيها لحد دلوقتي. والمؤرخ يوجين روجن كمان في كتابه The Fall of Ottomans بيشرح ازاي انهيار الدولة العثمانية العسكري فتح الباب اصلا لكل التقسيمات دي، لان من غير هزيمة عثمانية كاملة بريطانيا وفرنسا ما كانش عندهم القدرة العملية انهم يقسموا المنطقة دي اصلا. وفعلا الاتفاقية دي اتفضحت للعالم كله سنة 1917 لما البلاشفة بعد ما وصلوا الحكم في روسيا في ثورة اكتوبر فتحوا أرشيف الحكومة القيصرية القديمة ونشروا نص الاتفاقية السرية دي في الصحف، وكانت صدمة هزت الشريف حسين والعرب اللي اكتشفوا فجأة انهم قاموا بالثورة العربية على أساس سراب ووعد وهم. وبعد الحرب مباشرة الحلفاء فرضوا على الدولة العثمانية معاهدة قاسية جدا اسمها معاهدة سيفر سنة 1920. المعاهدة دي كانت هتقسم حتى الأناضول نفسها قلب الدولة العثمانية بين اليونان وإيطاليا وفرنسا مع تأسيس دولة أرمينية مستقلة ومنطقة حكم ذاتي كردية. الخريطة المرعبة دي بالظبط هي اللي فجرت حرب الاستقلال التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. وأتاتورك نجح عسكريا انه يهزم القوات اليونانية ويجبر الحلفاء على التراجع والتوقيع على معاهدة جديدة تماما اسمها معاهدة لوزان سنة 1923. المعاهدة دي ألغت تقسيم الأناضول وحافظت على حدود تركيا الحديثة تقريبا زي ما احنا عارفينها دلوقتي. بس أتاتورك ما وقفش عند حماية حدود الأناضول بس. سنة 1922 ألغى السلطنة العثمانية نفسها، يعني منصب السلطان اللي كان موجود من أيام عثمان الأول. وسنة 1924 ألغى كمان الخلافة الإسلامية اللي كانت الدولة العثمانية بتحمل لقبها من سنة 1517 تقريبا.
والخلافة دي للي مش عارف قيمتها وقتها هي المنصب اللي كان بيمثل ولو رمزيا زعامة العالم الإسلامي كله، مش بس حكم الدولة العثمانية. عشان كده إلغائها كان ليه صدى ضخم زلزل العالم الإسلامي كله من الهند لحد المغرب، مش بس في تركيا. وهنا بيجي سؤال مهم لازم نطرحه، هل الخلافة كانت هتتلغي أصلا لو الدولة العثمانية فضلت قوية عسكريا واقتصاديا؟ الإجابة الأقرب للصحة إن أتاتورك ما كانش بس بيلغي منصب، هو كان عنده مشروع فكري كامل، مشروع علماني، يعني بيفصل الدين عن مؤسسات الدولة، وكان مقتنع إن تركيا محتاجة تعيد بناء نفسها كدولة قومية حديثة على الطراز الأوروبي بعيدا عن فكرة الإمبراطورية الدينية القديمة. بس السؤال هو، هل المشروع ده كان هيبقى ليه نفس القبول الشعبي لو الدولة العثمانية ما كانتش خرجت من حرب مذلة خسرت فيها كل أراضيها العربية وكادت تخسر الأناضول نفسه؟ الهزيمة الكارثية دي هي اللي خلقت حالة الغضب والرغبة في القطيعة الكاملة مع الماضي اللي استغلها أتاتورك. لو الدولة العثمانية فضلت قوية من غير هزيمة عسكرية مذلة زي دي، الاحتمال الأكبر إن مشروع القطيعة الجذرية دي ما كانش هيلاقي نفس الأرضية الشعبية، وممكن يكون التحول العلماني لو حصل أصلا كان هيبقى تدريجي جدا وأبطأ بكتير، مش صدمة جذرية تلغي تاريخ كامل في سنتين بس زي ما حصل فعليا. طيب نيجي بقى للعبة ماذا لو اللي وعدتكم بيها. تخيل معايا سيناريو بديل، الدولة العثمانية نجحت في إصلاح التنظيمات فعلا وبنت اقتصاد قوي بدل الديون ودخلت الحرب العالمية الأولى، لكن كسبتها أو على الأقل ما انهارتش انهيار كامل، وفضلت موحدة تحت حكم مركزي قوي لحد منتصف القرن العشرين على الأقل. في السيناريو ده مفيش اتفاقية سايكس بيكو أصلا، لأن الاتفاقية دي أساسا بنيت على افتراض إن الدولة العثمانية هتنهار وأراضيها هتبقى محتاجة تقسيم بين المنتصرين، يعني مفيش خط مستقيم اترسم بالقلم من عكا الكركوب. وهنا لازم نبقى صراحة شوية، مش بس نقول إن كل حاجة هتبقى تمام. صحيح إن غياب سايكس بيكو كان معناه غياب كذا حدود مصطنعة فعلا، زي الحدود اللي فصلت الكويت عن العراق، وهي حدود رسمتها بريطانيا أساسا سنة 1922 بعد التقسيم العثماني، وكانت سبب مباشر في نزاعات حدودية استمرت لعقود، آخرها غزو العراق للكويت سنة 1990. وكمان الحدود اللي فصلت سوريا عن لبنان، وهي حدود رسمتها فرنسا في فترة الانتداب الفرنسي بناء على تقسيمات سايكس بيكو، وخلقت توترات مستمرة بين البلدين لعقود طويلة. وكمان قضية الأكراد اللي هم شعب واحد اتقسم على 4 دول مختلفة، تركيا والعراق وسوريا وإيران، من غير ما يكون ليهم دولة موحدة، وهي قضية لسه مفتوحة وسبب صراعات مستمرة لحد النهاردة. بس لازم نسأل سؤال مهم هنا، هل التقسيم هو اللي خلق كل النزاعات دي من الصفر، ولا كان في اختلافات طائفية وعرقية وقبلية أصلا موجودة جوه الدولة العثمانية نفسها، وممكن كانت هتظهر وتتحول لصراعات بأي شكل من الأشكال حتى لو الدولة فضلت موحدة؟ الإجابة الأمينة إن الاحتمالين مش متناقضين مع بعض. الدولة العثمانية أصلا كانت بتدير التنوع الديني والعرقي الهائل اللي فيها بنظام اسمه نظام الملة، وهو نظام كان بيدي الجماعات الدينية المختلفة من مسيحيين بطوائفهم ويهود حكم ذاتي جزئي في شؤونهم الداخلية. النظام ده كان بيدير التنوع من غير ما يفرض حدود قومية جامدة زي اللي فرضتها أوروبا بعد كده، يعني لو الدولة فضلت موحدة الاحتمال الأكبر إنها كانت هتفضل تدير التنوع ده بنفس المنطق، منطق المرونة الداخلية جوه إطار سياسي واحد. وهنا ممكن نقول إن كتير من النزاعات الحدودية بين الدول زي العراق والكويت أو سوريا ولبنان ما كانتش هتكون موجودة أصلا كنزاعات حدودية، لأن أصلا مفيش حدود دولية منفصلة بين المناطق دي، لكن ممكن برضو يكون في توترات داخلية جوه الدولة الموحدة نفسها، بس شكلها كان هيبقى مختلف تماما، أقرب لصراعات على النفوذ والحكم الذاتي، مش حروب بين دول ذات سيادة. فالإجابة النهائية على سؤال ماذا لو ظلت الدولة العثمانية موحدة هي إجابة مركبة، مش بسيطة بأيوة كل حاجة كانت هتبقى أحسن، ولا لا التقسيم كان قدر محتوم. الحقيقة ان انهيار الدولة العثمانية ما كانش قدر محتوم، كانت نتيجة قرارات وظروف اقتصادية وسياسية محددة، اهمها الفشل في تحويل التنظيمات لاصلاح اقتصادي حقيقي زي ما حصل في اليابان، والدخول في حرب عالمية خسرتها الدولة خسارة كارثية. ولو الظروف دي اختلفت فعلا كان ممكن ما تكونش في اتفاقية سايكس بيكو، وكانت خريطة المنطقة تشهد تغيير جذري بحدود أقل تعسفا، لكن في نفس الوقت التنوع الطائفي والعرقي والقبلي اللي هو مصدر كتير من التوترات في المنطقة لحد دلوقتي ده كان موجود من قبل سايكس بيكو بكتير، وكان هيفضل موجود حتى لو الدولة فضلت موحدة، وكان محتاج يتدار بشكل أو بآخر. يعني سايكس بيكو ما كانتش هي سبب كل مشاكل المنطقة من الصفر، لكنها كانت عامل ضخم في المشاكل اللي موجودة فعليا، وحبستها جوه قالب حدود دولية جامدة صعبت حلها لحد النهارده. لو الفيديو عجبك ووسع نظرتك للموضوع اعمل لايك عشان يوصل للناس اكتر،
واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ولو عندك رأي في السيناريو البديل ده أو شايف إن في زاوية تانية كنت تحب أتكلم عنها، اكتبها في التعليقات. أشوفكم في فيديو جديد قريب مع قصة تانية تستاهل نتكلم عنها. كنت معاكم آلاء في صبر وحضارة. سلام.